سايلنت هيل دي من اتقل العاب الرعب اللي جت في التاريخ، لان فعلا جيمرز التقال هم اللي بجد بيعرفوا يختموا جزء واحد بس من اللعبه دي. وانا طبعا قصدي على الاجزاء القديمه مش الجديده. سمعتوا بقى كل اللي انا قلته ده؟ تعرفوا ان العظمه دي كلها ما كانتش اصلا هتتعمل. اول جزء خالص من سايلنت هيل نزل على بلاي ستيشن 1 وفكرته كانت عاديه، انت مجرد شخص بتمشي في الشارع يطلع لك شويه وحوش انت المفروض بقى تقتله. وطبعا كان في قصه، بس انا بشرح النقطه دي تحديدا وهتفهموا ليه قدام. ولكن كان في ازمه صغيره، على قد ما الفكره اللي انا لسه قايلها دي بسيطه الا انها كانت تقيله فشخ على بلاي ستيشن 1. ازاي يقدر يرسم شارع ووحوش وانت المفروض تقتلهم؟ ايه الليله دي؟ كانت كابكوم فعلا كانت هتلغي المشروع ده بالكامل، لغايه لما لقوا حل عبقري جدا مش بس خلى اللعبه تكمل، لا ده خلاها ارعب. وهنا بقى انا بتكلم على فكره الضباب. كابكوم بدل ما تعمل لك شارع ووحوش انت المفروض تقتلهم، لا هي خلت ان في ضباب شديد قوي لدرجه ان انت مش شايف مين قدامك، بس للاسف تسمعه وهو داخل عليك. وعامه فكره الضباب دي فادت كابكوم في حاجتين مهمين جدا. اولا هي فادت بلاي ستيشن 1 علشان بدل ما يستوعب شارع كامل مليان فيه وحوش، يستوعب بس جزء بسيط قوي من الشارع ويا دوبك يطلع لك منه كام وحش. تاني حاجه بقى واللي هي طبعا فادت في عنصر الرعب، انت حرفيا بقيت ماشي في الشارع انت ما تعرفش مين جاي لك، ولو جالك ما تعرفش هو هيعمل فيك ايه، حتى لو كنت سامعه من الراديو. وبالمناسبه ذكر الراديو، فكره الراديو دي اصلا جت بسبب الضباب. يعني مش بس اللعبه مخلاك متزاول اي حد ممكن يجي لك من اي حته، لا دي كمان مخلاك على اعصابك، انت مضطر حرفيا تكون مركز في اللعبه 24 ساعه عشان لو سمعت الصوت في الراديو يبقى في حد داخل عليك. ده انا عايز حد دلوقتي. اخر حاجه بقى اقولها، يا ريت يا جماعه تشتركوا عشان خلاص ما فاضلش كتير قوي على 1000 مشترك، وانا مستني اليوم ده بفراغ الصراحه عشان اوصل للرقم ده، وعشان اصلا في كميه فيديوهات بعملها لكم فشيخه، بالذات ان في مفاجاه معينه هتنبسطوا فيها قوي.